بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ما يعني انا مش عارفه اقول لكم وحشتوني قد ايه، لان انا غايبه بقالي كتير ومخنوقه، وكل ما اجي عايزه اتكلم برجع تاني. المهم، قلت ما بدهاش بقى اعمل فيديو واتكلم معاكم. هنا بقى، يعني ما اقولكوش، انا قلت بقى بدل بعد الغيبة دي كلها، بدل ما انا كده غايبة يعني اطل لكم بحاجة كده، قلت يلا. يعني عايزين نعمل بلح الشام، قلت اطل عليكم بحاجة حلوة. وانتوا عارفين بقى الشتا بقى عايز كل يوم حاجة مسكرة وكل يوم حاجة حلوة يعني. بس الدنيا برد والناس بتكسل تعمل. المهم، هنا بقى نعمل ايه؟ نجيب المكونات ونشوف هنعمل قد ايه، او مكوناتنا ايه. هنا كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، عليهم ذرة ملح، عليهم لسه بقى هنحط عليهم ظرف فانيليا اللي انتوا شفتوه ده. وكان هنا معانا كوبايتين مية، وعليهم نص كوباية زيت. ونجيب كل الحاجات، المكونات الجافة دي او دي والحاجات اللي خلطناها دي، وننزل على المية الاول كنا حاطينها على النار لما تغلي زي ما شفتوا كده. وبعد ما تغلي نقوم جايين نازلين عليها بالدقيق كده ومقلبين وبالمضرب كده عشان ما فيش حاجة تكلكع. بس المضرب مش هي مش هيسعف معانا، لو اسباتيولا او معلقة يبقى احسن من ده كله. تمام. لاني جيت اعمل بيه معرفتش، او يمكن عشان الكزرولة ضيقة او حاجة. نبدله او هنغيره ونجيب حاجة تانية نعمل بيها المعلقة يعني. فنفضه بقى من اللي فيه ده كله، ونقوم جايبين المعلقة ونقلب كده واحدة واحدة، زي ما تكون بنطبخ. وفعلا هو لازم الدقيق يتطبخ حلو علشان ريحته تطلع، وعلشان كمان يكون متماسك. فهنقلبه من تحت لفوق ومن فوق لتحت، ونشقلبه شقلبة محترمة كده. ونقوم جايين بعد ما نحس ان الدقيق كله اختفى وما عادش له ريحة ولا له حاجة يعني، ولا له حاجة مكلكعة يعني. ونقوم جايين شايلينه من على النار. تمام. فبعد ده كله نقوم جايبينه وحاطينه في بولة او في حاجة تانية، ونقوم جايين مفرغينه فيها او مفضينه فيها علشان يبرد. تمام كده. انتوا شايفين البخار اللي طالع منه عامل ازاي. فقبل ما نضيف له البيض او قبل ما نضيف له اي حاجه، لازم نحطه في حاجه واسعه، في بوله، في طبق، في اي حاجه واسعه، علشان نبرده او نفرغ السخونيه اللي فيه دي، او اللي نفضي الهواء السخن اللي فيه، نخرجه خالص. فهنا لقيت بقيت اعمل كده بالمعلقه وفتت فيه، يعني مش جايب نتيجه. فقلنا نجيب المضرب علشان برضو نحاول نبرده بسرعه. لقيت الدنيا هتتبهدل، وبرضو لسه شويه على ما يبرد. فيعني حتى عملت الخطاف بتاع المضرب ده، لقيته بينطر مني الخليط ده، بيبهطروا مني. فقلت لا، ما بدهاش، اسيبه شويه لعند ما ما يبرد لوحده. وبعدين اجيب اللي هنعمله بقى. نعمل رز معمر يعني، واحنا واقفين مش هناكل مش ناكل مش هنتعشى مسكر ولا نتغدى مسكر. المهم يعني جبت بقى طبعا زي ما انتم شفتوا كده اللبن، كنت غلياه وغسلت الرز وحطيته يعني. رز معمر تقليدي وعادي، بس بأبسط طريقة ممكن تعمليه. غليت الرز، غليت رز، غليت اللبن، وبعدين غسلت الرز وحطيته فيه، وجبت مادة دهنية سمنة وزيت، و حوالي 4 معالق قشطة. تمام. وما ننساش الملح حدقه يعني، وذرة سكر او معلقة سكر صغير. تمام كده. علشان طبعا في الحادق، اي حاجة حادقة بنعادلها بذرة سكر، وفي المسكر بنعادله بذرة ملح. وبذرة الملح دي بتبقى سنة كمان عن الرسول في الحاجة المسكرة. تمام. هنا بقى الخطاف غيرته، او السلاح بتاع المضرب غيرته، لان برضو قلت كان بيبعتر الدنيا. لقيت مسخن من ستي الا سيدي، لقيت كله زي بعض.
ايه المهم لان انا كنت مستعجله ابني يدخل ويطلع ويقول لي لسه ما خلصتش بلح الشام، يعني مفكرني ساحر. همد ايدي في العبايه اجيب بلح الشام على طول، اشوف واقف لي على الواحد، هو الواد ده الواد رشاد ده. المهم هنا بقى إيه حطيت بيضتين، ولازم بيضة ببيضة علشان عم ايه يتشرب البيضة الأولانية ارجع احط له تاني. وفتحت الكيس الفانيليا وحطيته عليه. تمام. تمام كده. حطينا بقى في الوقت ده كام بيضة، اربع بيضات، وبرضو لسه كنا عايزين بيض، فرجعنا حطينا له كام بيضة، حطينا له كمان بيضتين في الوقت ده علشان يعني أو انا كنت بختبر العجينة واشوفها برضو، احس ان هي يابسة كده مش لينة تحت ايدي، او مش هي بتبقى بلح الشام بيبقى فيه سن التلزيق كده، انما اجي احط امسكه او اعمل اختبار للعجينه بعد الاربع بيضات الاقي لسه عايز، فبعمل كل بيضه لوحدها. عملت بيضه، والبيضه السته يعني ما جاتش وانا بعملها وانا بصورها، يعني انا بقيت متبهدله احلى بهدله وانا بصور بايدي واصور وماسكه المضرب بالايد التانية، لاني مش عارفه اتحكم في دي لوحده، لازم ايد من هنا وايد من هنا عشان اتحكم. المهم فهنا برضو اعمل عملت البيضة. هو كان يعني بصراحة كان المفروض كفاية عليه البيضة دي، لان آه، يعني قلب على اكلير. يعني انا لو اقول لكم لو كان في قمعة او ال استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ال يعني البتاعة اللي هي الوردة اللي بنعمل نطلع منها دي، لو فيها كان للإكلير كنت حطيتها ودخلته الفرن بدل ما أقليه في الزيت والبهدلة اللي أنا اتبهدلتها دي. المهم لأني بعد ما حطيت له البيضة الستة، هو ما شاء الله بقى خفيف وهش ويعني بعد كده ما اقولكوش، بقيت اقليه في الزيت بقى يطلع من جوه مفرغ وهش اكنه اكلير بمعنى الكلمة، وهتشوفوه معايا دلوقتي. المهم هنا بقى جبنا القمعة او كيس الحلواني او اي حاجة هتستخدميها، عبيتها. وهنا بقى كنت بطل على على المعمر بتاعنا، انا مولعه الفرن وحاطاه فيه من تحت. هنا بقى بدأ يغلي ويبقبق كده قلت له مع نفسك كده بقى وعليك مهل، وقفلت عليه باب الفرن وسبته مع نفسه. وهنا حطيت الزيت في الحلة ويدوبكش يسخن، تحسي بسخونية يعني مقابلاكي كده في ايدك، علشان لازم نحطه في نحط بلح الشام في زيت، لا سخن مقدوح ولا هو بارد، يعني حاجة حرارة تتحملها كده ما تحطي ايدك. وهنا بليت المقص زي ما شفتوه كده قايم الزيت، مش عشان يسهل في التقطيع. معلش هو يمكن ايدي مضريه على التصوير، بس كانت في الاول كده علشان اعرف احطه. وهنا كان الزيت سخن، وعلشان يعني قالها فوضت عليه وانا بحط عشان ما يتلهفش وعلشان ما يبقاش. فهنا عشان النار هادية. شوفوا بقى يعني لازم بقدر الامكان في اول الموضوع كده بيبقى النار هادية عليه، علشان ما يعني ما يطلعش زي ما احنا بنقول كده مسلوق. وما تحاوليش تحركيه الا لما يكون اتشمع. هنا بقى يعني علشان زي ما قلت لكم اخد البيض يعني ادت له هشاشه كبيره ازاي وبتنفخ بس عشان الحاجه سخنه، يعني بيبقى خفيف وحتى بتقلب لوحده لعند ما تحسي، او هو يعني الصبع نفسه لعند ما يبقى الناحيه اللي في الزيت اتشمعت والناحيه اللي فوق لسه ما اتشمعتش بيقلب لوحده في الزيت. انما العند بقى ما يحمر وكله يبقى صلب وجامد كده، لازم انت تقلبيه من ناحيه للناحيه علشان علشان ياخد لون مظبوط من جميع الاتجاهات، يعني ما يبقاش ناحيه بيضة وناحيه وناحيه حمراء، او ناحيه احمرت وناحيه لسه. وده كان شكل المعمر في الفرن، شكله وكان طعمه وريحته ما اقولكوش. هتشوفوه بقى يعني في الاخر لما يطلع من الفرن. وانا يعني حبيت لازم انا افتتحه كده بكل حاجه.
وهنا بقى كان اول دور في بلح الشام ده، يعني ما اقولكوش، كلنا بقى بقينا مستنيينه على اعصابنا لعند اتمام العملية بنجاح. يعني ايه، انا بحاول بقدر الامكان اخفف من السكريات او الحاجة المسكرة، يعني او اقلل منها، علشان انا كمان ما عنديش ارادة ضدها. يعني العند ما عنديش إرادة ضدها ازاي، يعني قصدي كلامي يعني ما عنديش إرادة ان لما تكون موجودة امنع نفسي، لعند ما بشوفها قدامي إيه بضعف بصراحة. يعني مش عارفة اقول لكم ايه, إيه طبعا يعني زي اي ست مصرية اصيلة، إيه ما يعني ما تتوصاش في السكريات، او ما اعرفش بقى كلنا كده او انا لوحدي. يعني انا بقول ده طبع الست المصرية، وبالذات بقى في الشتاء كل يوم تغير وتنوع. يعني ايش يوم بلح الشام، ايش يوم بسبوسة، ايش يوم كنافة. يعني إيه الست بتحب ايه تشكل كده وتنوع في بيتها. وهنا بقى ده الشربات او إيه السيرب او معرفش انتوا بتقولوا عليه ايه. المهم ده كانت عاملة عاملاه خفيف عشان برضو يعني الجزعة او مثلا ما يبقاش ايه تقيل قوي في السكر. كنت عاملة كوبايتين بتاع استغفر الله العظيم، كوبايتين سكر وكوبايتين مي وعصرة ليمونة وكيس فانيليا. هنا بقى حبيت اطلعه، ويعني اشتلته شوية من على النار ورجعت حطيته تاني او اشتلته من على النار علشان اشتري بقى احطه فين في السيرب على طول. بصفيه بالزيت كده واحدة واحدة، وكنت بحاول اقلبه واشوفه كله واخد نفس اللون ولا في جهة واخدة وجهة مش واخدة. انا بقيت واقفة يومها كان فيه اللي في الدرس وفيه اللي هنا، بقيت اللي اطلعه من على النار. ليا ابن اصبر يا صغير معايا محمود. على طول موجود معايا، لا حط اللي بقيت حطها اطلعه من على هنا، النار حطها على بقى البتاع يلا. لسه. واللي يجي التاني برضو رشاد اللي كان واقف معايا اخر ما زهقت منه قلت له انزل العب، وانا اما اخلص وانا هندع عليه. حاضر. او مش فاكره كان لا هات كان راح شوكة كده يصلي بس الشوكة عشان ما تكون نفتريش نضيفة. على الولد، يعني ما ينفعش كده. ف راح يصلي، وعلى ما راح واجا لقى الدور ده كان قال لي مش انا ماشي وانت رايحه تعملي إيه؟ قلت له طيب ما اخوك كله. قال اخويا اللي كله، قلت له انا واخوك يعني مش اخوك لوحده. قال ماشي لسه هتعملي والدور سخنة بيغيب في النار. قلت له خلاص انزل العب على سخنة. ما اعمل الدور التاني وانت هتيجي تلاقيه جاهز. قال لي ماشي. فطلعت دول، كنت طلعت دول بقى ومحمود كلام ده بقى كان شكل المعمر اهو. يعني كان شكله يفرح كان شكله ما شاء الله. وهنا بقى كان ده معلش انا اسف. كان هنا طلع وكنت يعني انا بسمعكم يعني القرمشه بتاعته عامله ازاي. فمش عارفه اسمع بقى انتوا سامعينها والصوت واضح ولا لا. يعني كان من جوه طري يا ابني. ومفرغ، ومن بره ناشف وكريسبي كده وجميل. حتى هنا كان عايزه اوريكم ازاي ان هو كان من جواه مفرغ اكنه اكلير زي ما قلت لكم كده في الاول. يعني كان ما شاء الله جواه كده حاجه. يعني اقول ربنا يحسن ما بين ايديك، يحسن ختامنا يا رب جميعا وما بين ايديكم وايدي اللهم امين. وده كان شكل المعمر قلت لكم بطريقه بسيطه خالص. نحط كله ونقوم مدخلينه كله الفرن. اه يعني مش ما فيهوش حاجه افتكاسات يعني. هنا بقى قعدت ادور على المقص، مش ما لقيتوش. حتى بنتي بتقول لي بالمقص يا ماما بالمقص، مش عارفه بقى وانا كنت حطيته فين. وهي سبتها بقى هي تكمل الباقي. والمهم جت طلعته، ودول اللي اتبقوا من بقية اللي العيال كانوا بياكلوه. يعني كان اللي بيطلع على طول كانوا ياكلوه. فقلت لهم لا يعني انا ما اتفطرش في الفيديو بقى، سيبوني حاجة افلنش بيها الفيديو. قالوا ماشي خلصي. كان طالع ذهبي وشكله جميل وطعمه
ولا اجمل من كده. بنتي كلت صباعين وراحت الدرس تاني، عما راحت ورجعت ما لقتش حاجه، بتقول لي وانتوا خلصتوه؟ انا ما كلتش حاجه. كلت كام واحد يا رب؟ المهم ايه، جت ما لقتش حاجه من الدرس. إيه اللي راح لاصحاب نصيبه راح، واللي إيه يعني انا لفت، انا وسلفتي اللي جنب بعض، يعني اللي تعمل حاجه بتودي للتانية. ف والله العظيم انا لهفت، يعني اقول لكم ايه، ما اقولكوش طبق صغير كده اهو، اللي هفت اوديهولها هي وحماتي برضو